تصنع مجتمعا على مقاسها وعلى مصالحها، على قاعدة من مصالحها الآنية والأنانية، وبين جماعة ضيقة الأفق لا تفكر بسعة الوطن. ومصر أكثر اتساعا من هذه النخبة المحنطة، وأكثر اتساعا من ضيق الأفق الذي يتعامل به هؤلاء. ونحن سنجعل مصر بإذن الله تستأهل هذه الثورة، وتستأهل هذه الثورة شباب مصر الذي ما زال يدفع الثمن إلى الآن، رغم أنه هو الذي قام بهذه الثورة ولم يجن من ورائها مكسبا. دكتور سيف، سنجعل مصر، شباب مصر وأنت معهم أيضا، وكل يعني الشخصيات الوطنية ستجعل يعني مصر تسير إلى طريق الديمقراطية. إذا أنت كان لديك دكتور سيف يعني منذ أيام كان لديك يعني وجهة نظر للخروج من هذه الأزمة، كيف تراها الآن؟ يعني أرى هذه الأزمة في هؤلاء الذين لا يفكرون في مصالح مصر، ويؤكدون على كل ليل نهار على مسائل يجب ألا تصار حتى يمكن الخروج بهذا الوطن من عنق الزجاجة. هذه هي المرحلة الانتقالية. كل واحد للأسف الشديد طرف يقول أنه لن يتنازل إلا بعد أن يسقط الرئيس ذلك الإعلان، وطرف آخر يقول أنه لن يسقط الإعلان ولن يعدل موعد الاستفتاء. وسقط الشهداء في المنتصف. الشباب دائما الذي يحمل روحه على كفه. وأنا أقول أنني بالفعل سأقوم بتجميع هؤلاء الشباب بالضرورة التي تتعلق بصناعة نخبة جديدة لهذا البلد. لم أعد أحتمل هذه النخبة المحنطة، ولا أحتمل هذه الجماعة ضيقة الأفق. لم يعد لنا أن نسكت وأن نصمت، لأنهم أضروا بالوطن ضررا كبيرا، وأضروا بالثورة ضررا عظيما. ومن هنا وجب علينا أن نبني مصر الجديدة بسواعد أبنائها الذين حددوا لهذه الثورة أهدافها. ليس لأحد أن يركب هذه الثورة، وليس لأحد أن يدعي فضلا على هذه الثورة. الشباب هو من تقدم الصفوف ليقوم بهذه الثورة. سأكون معه وسأكون خادما له، وأترحم على هؤلاء الشهداء وعلى آخر الشهداء الذين سقطوا، لأنني أتصور أن هؤلاء من أولادي. نقدر شعورك دكتور سيف. شكرا جزيلا لك دكتور سيف. نترحم معه على الشهداء الذين سقطوا وشهداء الثورة جميعا، ونطلب لأهاليهم الصبر والسلوان. شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور سيف عبد الفتاح، أحد